في مباراة نارية، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا ثمينا على ضيفه الشبابي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بقمة لقاءات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين روشن موسم 2022 إلى 2023. وبهذه النتيجة عزز فريق الاتحاد صدارته ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب الوصافة النصر، بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة. وفي الدقيقة 15 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد مخالفة نفذها كورنادو إلى رومارينهو الذي تعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء من أروين بوبنزا. ونجح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 18 من تسجيل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء سددها على يسار كيم حارس الشباب الذي ذهب إلى نفس الجهة ولكن دون جدوى، ودخلت الشباك ليسجل حمد الله الهدف الأول لنادي الاتحاد. وينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف دون مقابل. بدأ الشوط الثاني بضغط مكثف من لاعبي الشباب وبعدة تسديدات على مرمى الاتحاد حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 65 لصالح اللايوثي. احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للشباب بسبب لمسة يد على مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي أثناء إبعاد عرضية متعب الحربي. وفي الدقيقة 67 نجح الشباب في إدراك التعادل عن طريق اللاعب كريستيان جوانكا من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس غروهي الذي ذهب إلى الجهة اليسرى. وفي الدقيقة 88 الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب بسبب لمسة يد على أحمد حجازي وبطاقة صفراء على المدافع المصري. أهدر آرون سالم بوبنزا فرصة تقدم الشباب بعد إضاعته لركلة الجزاء بغرابة، محاولا تسديد الكرة على طريقة بانينكا في وسط المرمى، لكن جروهي لم يتحرك وبقي في وسط المرمى وتمكن من الإمساك بالكرة بسهولة. وفي الدقيقة 106 سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد، وذلك من ركلة جزاء أيضا وضعها في وسط المرمى على طريقة بانينكا، بينما ذهب كيم إلى الجهة اليمنى لتنتهي المباراة بفوز النمور بهدفين مقابل هدف.